ازاي نكسب من البطاطس دولارات؟ 99% من الناس ما يعرفوهاش. دي بطاطايه برضو، لكن البطاطايه ديت موجوده على موقع اتس وبتتباع ب 3 دولار و41 سنت. بس الفرق ان انت لما تدوس اضف للسله وتشتري المنتج ده ما بيشحنلكش البطاطايه، لكن بيبيع لك 5 بي دي اف عباره عن ديجيتال داونلود. وايه علاقتها بالبطاطس؟ بيبيع لك طريقه تصنيع المنتج بالكروشيه. هي بتبعت لك 5 ملفات بي دي اف فيها صور، الصور دي فيها كل الخطوات اللي هي خدتها عشان تعمل منتج البطاطايه بالتفاصيل المملة. فبالتالي ده تعريف المنتج الرقمي. هو منتج مش محتاج اشحنه لحد، مش محتاج اصنعه حد، انا كل اللي محتاجه ان انا ابيع ازاي تقدر انت كمان تصممه عندك في البيت. دي حتى بتبيع فايلات البي دي اف ديت ب3 لغات. احنا بقى ازاي نكسب من البطاطس دولارات؟ البطاطس اللي هي المنتجات الرقمية. المنتجات الرقمية دي بقى هي جزء من 3 أجزاء رئيسية في كورس التجارة الإلكترونية اللي هو الموسم الثاني من السبوبة سوا. بنشرح فيه بيع المنتجات الملموسة عن طريق الدروب شيبينج أو سواء عن طريق أمازون ونون وجوميا، وآخر جزء وهو المنتجات الرقمية. ده الاستراتيجيات اللي موجودة في الكورس دوت حققت لنا بشكل إجمالي أكتر من 50 مليون جنيه مبيعات. وتقدر تسترد فلوسك لو ما عجبكش الكلام في خلال أول 14 يوم من الكورس.